واش عندك أرض في المغرب؟ ولا كتعرف شي واحد شاري بقعة وخاليها سنين؟ أيوة، ممكن هاد الفيديو يهمك بزاف، لأن الدولة بدات كتشد الخناق بشكل ما شفناش من قبل، والناس بداو كيتفاجئوا بفواتير وغرامات متراكمة بالملايين ديال السنتيمات. والمشكل الكبير ماشي غير في الضريبة، ولكن في السؤال اللي بدا كيتطرح بقوة: علاش المواطن الصغير كيتحاسب بالقانون بينما الكبار دائما كيلقاو التسوية؟ السلام عليكم، أنا بدر كريم، وهذا هو برنامج إيموفايت إنسايت ستوك. موضوع اليوم: جريدة رسمية خرجت بمقالة دارت جدل كبير، وهو أن طلبات الإعفاء من غرامات الأراضي العارية ولات كترفض بشكل واسع في المغرب، خصوصا للناس اللي عندهم بقع صغيرة أقل من 100 متر. يعني مواطن بسيط يمكن شرى بقعة باش يبني فيها دار في المستقبل، ويلقى راسو اليوم مطالب يخلص سنوات ديال الضرائب والغرامات دفعة واحدة. ولكن السؤال اللي كيدور في بال بزاف ديال الناس هو: واش هاد الصرامة مطبقة على الجميع ولا غير على المواطن اللي ما عندوش النفوذ؟ خليني نشرح لك شنو واقع بالضبط. الدولة في المغرب عندها واحد الضريبة سميتها الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، أو اللي الناس كيعرفوها بضريبة الأراضي العارية. بمعنى، إذا كانت عندك أرض داخل المجال الحضري وما بنيتيهاش، خاصك تخلص عليها ضريبة كل عام. وعلاش أصلا داروا هاد الضريبة؟ الجواب الرسمي هو أنهم بغاو يحاربوا المضاربة العقارية، يعني الناس اللي كيشريوا الأراضي ويخليوها فارغة غير باش يطلعوا في الثمن ويعاودوا يبيعوها. ولكن دابا كيبان باللي الدولة دخلت في مرحلة جديدة تماما، مرحلة سميتها جمع الأموال بأي طريقة. علاش؟ حيث الجماعات الترابية اليوم محتاجة مداخيل ضخمة، كاين مشاريع، طرقان، تهيئة، بنية تحتية وتحضيرات ضخمة جاية مع كأس العالم 2030. وأسهل قطاع يمكن يجيب الفلوس بسرعة هو العقار، لهذا السلطات شدت الخناق بشكل كبير على هذا الملف. المقال كيهضر على نقطة خطيرة بزاف، كيقول باللي طلبات الإعفاء اللي كانوا الناس كيديروها من قبل دابا ولات كتطلع عند العمال والأقاليم وكيطرفموا بزاف منهم. يعني حتى إلا كنتي غير مواطن بسيط وعندك بقعة صغيرة وتأخرتي في الضريبة، ممكن تلقى راسك غارق في الغرامات. ولكن هنا كيبدا الجدل الحقيقي، حيث في المقابل كاين كلام على أن كبار المنعشين العقاريين والملاك الكبار كيستافدوا من تسوية ودية. لاحظ معايا هذا المصطلح، تسوية ودية، يعني رسميا ما كاينش إعفاء، ولكن عمليا كاين تفاوض، تسهيلات وجدولة، وربما تخفيضات غير مباشرة. وهنا المواطن العادي كيبدا يحس بالظلم، حيث هو كيشوف راسو كيتحاسب بالقانون بالحرف، بينما اللي عنده مشاريع الكبيرة دائما كيلقى الباب محلول للحلول. وزيد على هذا الشيء، المقال رجع فتح ملف خطير في طنجة. مدينة طنجة اليوم ولات من أخطر المدن في المضاربة العقارية، أراضي كانت رخيصة ولات بالملايين، والسبب الميناء، المصانع، الاستثمار الأجنبي والمشاريع عملاقة. ولهذا كاين اللي كيحاول حتى يتلاعب في التقارير باش ينقص الضريبة اللي خاصو يخلص. كيفاش؟ مثلا يحاولوا يصنفوا الأرض على أنها في منطقة ناقصة التجهيز، أو يقللوا القيمة الحقيقية ديالها. يعني حتى في الضرائب العقار ولا لعبة كبيرة فيها مصالح ضخمة. ولكن السؤال اللي خاصنا نطرحوه اليوم هو: واش فعلا الدولة باغية تحارب المضاربة ولا باغية غير تزيد المداخيل؟ واش المواطن اللي شرى بقعة صغيرة باش يضمن مستقبله خاصو يتعامل بنفس الطريقة مع كبار المستثمرين، ولا خاص يكون فرق بين في محتكر مئات الهكتارات وبين مواطن عنده 80 متر؟ الأخطر من هذا الشيء كامل هو أن هذا التشدد ممكن يخلق موجة جديدة في السوق العقاري. ناس بزاف ممكن يضطروا يبيعوا أراضيهم باش يقدروا يخلصوا الضرائب والغرامات، وهذا الشيء ممكن يبدل السوق كامل في المغرب خلال السنوات الجاية. يمكن نشوفوا انخفاض في بعض الأراضي، ارتفاع الضغط الضريبي، مراقبة أقوى، وحتى نزاعات كبيرة بين المواطنين والجماعات. المغرب اليوم داخل مرحلة جديدة، مرحلة اللي عنده أرض خاصو يكون متابع كل صغيرة وكبيرة، حيث بقعة كنتي كتشوفها استثمار للمستقبل ممكن تولي عبء كبير عليك إلا ما كنتيش عارف القوانين والضرائب اللي كتبدل. ودابا بغيت نعرف رأيك انت، واش كتشوف هاد الضرائب ضرورية باش توقف المضاربة، ولا كتشوف باللي المواطن البسيط هو اللي غادي يخلص الثمن؟ وإلا كانت عندك أرض، واش عمرك توصلك إشعارات ولا مشاكل مع الضرائب العقارية؟ كتب لي رأيك في الكومنتير، حيث هذا الموضوع كيمس آلاف المغاربة، والنقاش فيه غادي يكبر بزاف في السنوات الجاية.